السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. عاملين إيه؟ وحشتوني. النهاردة هنتكلم عن درس جديد اسمه إيجاد قيمة المقدار الجبري. وعلشان نجيب قيمة المقدار الجبري لازم يديني قيمة المجهول. يعني بمعنى إيه؟ مش فاهم. بمعنى إن الراجل هيجيلي سؤال يقول أوجد قيمة المقدار 18 على فتح قوس، قال لي 4 واي زائد 1. علشان اعوض عن المجهول اللي هو الواي لازم هو يديني قيمته، فبيقول لي ان الواي بتساوي 2. طب نحل المسألة ازاي؟ هناخد الواي دي نشيلها ونعوض مكانها، نحط مكانها الاتنين. بمعنى ان هحط هنا مكان الواي 2، وبعدين نضرب ونجمع ونقسم ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طبعا هنا ما ينفعش اسيب الاتنين والاربعة ورا بعض، ما هي كده كأنها بقت 42. طب نحط عملية حسابية ايه ما بينهم؟ ما احنا عندنا العمليات الحسابية الموجودين في الدنيا كلها هم 4، يا جمع يا طرح يا ضرب يا قسمة. لا، حضرتك لما تلاقي عددين واربعة بتحط مكانهم او بينهم في، بتحط بينهم في، يبقى كده اصبحت المسألة وكأنها 4 في 2، هنقل بقى اللي حواليها زائد 1 واقفل القوسين، وبعدين انقل اللي بره هنا على وهنا 18 ونجيب القيمة. نرجع لدرس ترتيب العمليات الحسابية. دايما يا مستر بندور على الأقواس. طيب في القوس جوه لقيت فيه ضرب ولقيت جمع، لا الأولوية يا مستر زي ما علمتنا للضرب، يبقى نضرب 2 في 4 بكام؟ أيوة ب8. طيب ال8 دي لما تجمع عليها 1 تبقى 9، يبقى قيمة القوسين دول كلهم هتطلع ب9. ولسه انقل اللي حواليها على 18. لسه بقى هنقسم 18 على 9 تطلع 2. اذا قيمة المقدار الجبري دوت كله طلعت 2، طلعت 2. طيب مثال تاني علشان نتأكد اكتر ونشوف احنا ماشيين صح ولا غلط. مثال بيقول اوجد قيمة المقدار الجبري 5 زائد 3 وفتح قوس وقال اكس اس 2 ناقص 10 وقفل القوس وقال على 10. وقال لي ان قيمة، او اذا علمت ان قيمة الاكس بتساوي 4. طب دي نحلها ازاي؟ برضو هنشيل الاكس ونحط مكانها 4 وكأن هنا في 4 ونحل عادي خالص. حضرتك هتحل اللي جوه القوس طبعا الاول زي ما اتعلمنا. طب في اس وفي طرح؟ لا، حل الاس الاول. 4 اس 2 مش ب8 على فكرة، 4 اس 2 يعني 4 مضروبة في نفسها مرتين، والاربعة في 4 ب16، يبقى هنقول هنا القيمة دي ب16. طب اطرح منها ال10 يبقى قيمة القوسين كلهم طلعت 6. 16 ناقص 10 6. انقل بقى اللي حواليها، في هنا على 2 وهنا في 3 وهنا زائد 5. لاحظ ان في 3 وهنا 6، هتتقرا 36، يبقى لازم نحط منها عملية حسابية. العملية الحسابية اللي انت حضرتك بتفترضها من عندك دايما بتبقى فيه، بتبقى ضرب. طب يلا نحل المسألة. ما هو المستر علمنا في ضرب وفي قسمة وفي جمع. طيب ما الضرب والقسمة زي بعض، قال لك لما تتساوى العمليات يعني الضرب والقسمة زي بعض، لا ابتدي من الشمال. يبقى نبتدي بالقسمة ولا بالضرب؟ لا بالضرب عشان الضرب يجي في الشمال. طب ال3 في 6 دي بكام؟ ب18. هنقل اللي حواليه هنا على 2 وهنا زائد 5. فاضل كده عمليتين، نجمع ولا نقسم؟ لا، ما هو المستر علمنا نقسم الاول. يبقى قول 18 على 2 فيها 9 وهنا في زائد 5، والخمسة زائد 9 تطلع 14. يبقى قيمة المقدار الجبري الثاني طلعت معايا 14. الله على وعد بلقاء في الحلقة الجاية هناخد فيه درس اسمه تحديد المقادير الجبرية المتكافئة، يعني المتساوية. أرجو إن احنا نكون ربنا استعملنا إن احنا نوصل لكم معلومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.